تقنيات النهارده هنعمل مع بعض مشروع مميز جدا. كفر مصحف بالكروشيه بغرزة المروحة مع غرزة البف، وعليها الكعبة معمولة بإيديكم وبغرزتين من أجمل الغرز. المروحة والبف النتيجة هتكون قطعة فنية خيط قطن. عاملة الأرضية بتاعة الكفر عاملاها بلون أبيض. الكفر يكون اللون بتاعه بإيه، واعملي بيه الكعبة. هنحتاج لها شريطة ذهبي، شريطة عندك صغيرة ذهبي اللي انت هتحتاجها شريطة صغننة قوي. لو ما عندكيش الشريطة دي ممكن بخيط أصفر. لو عندك الكعبة هتحتاج لونين غامقين، الشريطة الذهبي واللون غامق أسود. إبرة تنظيف، المقص، الزرار اللي احنا نقفل الكور بالشكل ده. طبعا انت لو ما عندكيش دون احنا اصلا كده كده هنعمل ورده نقفل بيها، فلو مش عندك زرار دون تمام مفيش مشاكل. دي كل الادوات اللي احنا هنحتاجها. هنبدا نعمل مستطيل بطول بغرزه المروحه مع غرزه الباب. الغرزتين مع بعض بيعملوا شكل زخرفي رائع جدا، وفي نفس الوقت بيكون متين عشان يحافظ على المصحف. المقاس طبعا بيكون على حسب حجم المصحف بتاعك. هنبدأ اننا نجيب الخيط بتاعنا، عقدة البداية نلف الخيط بالشكل ده. نبدأ اننا نسحب الخيط بتاعنا، بعدين نمسك الخيط بالشكل ده كده، ونطلع بعدد من السلاسل مقاس العرض بتاع المستطيل بتاع المصحف. انا هنا عند العرض بتاعي كان واخد 33 سلسلة. هنشتغل 33 سلسلة، 2 3. هنطلع بعدد سلاسل بالشكل ده لحد ما نوصل ل 33 سلسلة. انا هنا اشتغلت 33 سلسلة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هبدأ اطلع بغرزتين سلسلة، وبعدين هسيب الغرزة الاولانية وهاجي في الغرزة التانية وهاخد غرزة حشو، وهاجي في الغرزة التانية وهاخد غرزة كمان حشو، وهشتغل الصف كله غرز حشو. ندخل جوه الغرزة بتاعتنا ونسحب الخيط، نطلع في 2 على الإبرة، ناخد الخيط نطلع بيه، ندخل. دي غرزة الحشو بتاعتنا. هنشتغل الصف كله غرز حشو. اشتغلت الصف كله غرز حشو وجيت عند الغرزة الأخيرة وهنشتغل فيها حشو، ونطلع بواحد سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، ونشتغل في الغرزة الأولانية غرزة حشو، ونشتغل في الغرزة التانية كمان غرزة حشو، ونلف الخيط على الإبرة وندخل في الغرزة التالتة ونطلع غرزة، ونلف الخيط مرة كمان وندخل في الحلقة بتاعتنا ونسحب الخيط نطلع بيه، ونلف الخيط على الإبرة وندخل جوه الحلقة مرة كمان وناخد الخيط نسحب ونطلع بيه كده 3. نلف مرة كمان 4، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه، وبعدين نلف الخيط على الإبرة ونسحبه من كل الحلقات دي بالشكل ده. طبعا هنا وانا بشد في فتلة دخلت مع الإبرة لازم اطلع تاني عشان شكل الغرزة ما يبص معايا، والف الخيط اشده واطلع بيه بالراحة بحيث ان ما يطلعش اي فتل من الغرزة على الإبرة معايا وانا شغالة عشان شكل الغرزة ما يبص. وبعدين نخش في الحلقة اللي بعدها وناخد غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها هنلف الخيط على الإبرة ونشتغل 4 حلقات جوه حلقة واحدة. ادي 1، لف الخيط ندخل مرة كمان كده 2، نلف الخيط ندخل مرة كمان كده 3، نلف الخيط مرة كمان كده 4، بعدين نلف الخيط نطلع من كل الحلقات دي ونيجي في اللي بعدها ناخد غرزة حشو، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نخلص الصف بتاعنا كله. نلف الخيط على الإبرة ندخل، ادي 1، نشتغل 4 حلقات، 1 كده 2 3 4 حلقات بالشكل ده. ناخد الخيط نطلع بيه من كل الحلقات دي. طبعا اخد بالي وانا طالعه عشان مفيش اي فتله تدخل جوه الابره. وبعدين ناخد في اللي بعدها غرزه حشو، وناخد في الغرزه اللي بعدها 4 حلقات، نلف الخيط على الابره ندخل
الحلقة بتاعتنا. ادي واحد، لف الخيط مرة كمان كده، اتنين، تلاتة، أربعة. ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه، ونيجي في اللي بعدها ناخد غرزة حشو. غرزة البف معانا هتطلع بنفس الشكل ده كده. هنكمل الصف كله بنفس الطريقة. وصلنا لاخر غرزة بف معانا، هنلف الخيط على الابرة وندخل في الحلقة بتاعتنا. نطلع ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، هنطلع من كل الغرز دي بالشكل ده. طبعا في عندنا هنا اخر هناخد هنا غرزتين حشو، ادي غرزة ادي التانية، زي ما خدنا في البداية هنا غرزتين حشو. خدنا غرزتين حشو هم في البداية بالشكل ده، هناخد غرزتين حشو في الاخر هنا. واحد، اتنين، دي الغرزة الاخيرة معانا، اتنين. نطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وناخد في كل غرزة غرزة حشو. هنشتغل الصف كله غرز حشو بالشكل ده كده. كل غرزة معانا اهي، باين الغرز اهي، هنشتغل في كل غرزة حشو. هخلص الصف كله. خلصت الصف كله غرز حشو، هبدأ اطلع بغرزة سلسلة والف الشغل بتاعي، وهشتغل غرزتين حشو. الغرزة الاولانية هشتغل فيها حشو، والغرزة التانية كمان هشتغل فيها حشو، والغرزة التالتة هشتغل فيها غرزة بف. هنلف الخيط على الابرة ومش هنشتغل في غرزة الحشو اللي فوق، هننزل عند غرزة البف اللي تحتيها وناخد 4 حلقات. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، ناخد الخيط نسحبه ونطلع من الحلقات بتاعتنا كلها، وناخد الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وغرزة كمان حشو كده، اتنين، وهناخد غرزتين تاني حشو، يبقى 4 غرز حشو. واحد، اتنين، كده 4 غرز حشو، يعني 2 في الاول و4 في الاخر. وهناخد نطلع ب3 غرزة سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، ونعد 3 غرز، واحد، اتنين، تلاتة، نيجي في التالتة ناخد غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها ناخدها حشو. كده 3 غرزة حشو، يبقى كده اشتغلنا 4 حشو هنا، وبعدين 3 سلسلة، وبعدين 3 غرزة حشو. نطلع ب3 سلسلة ونعد واحد، اتنين، تلاتة، نيجي في الغرزة التالتة ناخد غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، كده اتنين، تلاتة. نشتغل 3 غرزة حشو و3 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، واحد، اتنين، تلاتة، ونشتغل 3 غرزة حشو. لحد ما نيجي عند الاخر ونعمل حساب غرزتين حشو هنا في الاخر، وغرزة الباف، والاربع غرز اللي احنا هنسيبهم عشان نفس العدد اللي خدناه في البداية هو نفس العدد اللي هنشتغله هنا. وباقي الغرز هنعد 3 سلسلة و3 حشو. ادي واحد، اتنين، تلاتة، واحد، اتنين، تلاتة، نيجي في الغرزة دي وناخد حشو، واللي بعدها حشو،
اتنين تلاتة، ونعد 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. وهنشتغل غرزة الباف بتاعتنا وبعدين غرزتين حشو. طبعا بنسيب الغرزة دي وبنيجي في اللي تحتيها، غرزة الباف اللي تحتيها، ونشد الخيط نطلع بيه. 1 2 3 4. ناخد الخيط نطلع من كل الحلقات دي، وهنيجي هنا ناخد غرزة حشو واللي بعدها غرزة حشو، نطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا وناخد في الغرزة الأولانية حشو والتانية حشو، واللي فوق غرزة البف بناخدها حشو واللي بعدها حشو حشو. طبعا انا سبت الغرزة الاخرانية اللي هي الحشو دي اللي هي قبل السلسلة، الغرزة الاخرانية دي مش بتشتغليها، بتشتغلي 5 غرزة عمود بلفة في السلسلة دي اللي هي غرزة المروحة، بتشتغلي لها 5 غرزة عمود بلفة كده. 2 اشتغلنا 2 كده، 3 4 5 كده، 5 غرزة عمود بلفة. بتسيبي غرزة الحشو الأولانية وتيجي في غرزة الحشو التانية اللي في المنتصف وتشتغلي فيها غرزة حشو. هنيجي في الثلاث سلاسل بتوعنا دول ونشتغل 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. وعندنا هنا 3 غرز حشو، بنيجي في المنتصف وناخد غرزة حشو، والثلاث سلاسل اللي بعدهم بناخد فيها 5 عمود بلفة، ونشتغل كده لحد ما نوصل لاخر سلسلة. عند اخر فراغ معايا 3 سلاسل دول اهم، في عندنا 3 غرز حشو، بنشتغل بنيجي عند الغرزة الوسطانية وناخد غرزة حشو، والثلاث سلاسل دول بنشتغل فيهم 5 عمود بلفة اللي هي غرزة المروحة. ادي كده ايه، خدنا 1 كده، 2 3 4 5. في عندنا 3 غرز حشو، بنيجي في الوسطانية وناخد فيها غرزة حشو. طيب مادام جينا عند الاخر هنا بتاخدي الغرزتين حشو هنا، غرزة الحشو دي بتشتغليها، والغرزة الحشو دي بتشتغليها برضو، والغرزة اللي فوق غرزة الباف دي بتشتغليها غرزة حشو، والغرزتين الحشو الاخرانية بتشتغليها. هتديكي غرزة الباف وكده بنشتغل غرزة المروحة. الغرزة دي شكلها يبان معقد، بس صدقوني اسهل مما تتخيلوا وهتشوفوا بنفسكم. غرزة المروحة مع غرزة الباف محتاجة شوية تركيز عشان تطلع متساوية معاكم. نصيحة، عدي الغرز بصوت عالي او اكتبيها على ورقة عشان متتلخبطيش. اننا نطلع بغرزة سلسلة وهنلف الشغل وهناخد غرزة الحشو. طبعا احنا بنشتغل على الطرف هنا غرزتين حشو، هنشتغل على الطرف هنا غرزتين حشو لحد ما نخلص المستطيل بتاعنا كله، والغرزة التانية حشو من الغرزتين الاولانيين. وهنيجي في الغرزة التالتة، طبعا هنا عندنا الظهر بتاعنا اهو، غرزة البف بتشتغل، غرزة البف اللي على الظهر ده الوش بتاعها، ده الظهر اهو، بتيجي عند كل مرة في الظهر وبتشتغلي غرزة بف بعد اول غرزتين حشو، وهتخشي مش في غرزة الحشو اللي فوق، هتخشي في غرزة البف اللي تحت دي وتاخدي 4 عمود بلفة. 1 كده، 2 3 4.
بالشكل ده كده، وناخد الخيط نسحبه ونطلع من الغرز كلها، وبعدين نشتغل غرزتين حشو. 1 2. هتبدأ ان انت تطلعي ب3 سلسلة، 1 2 3، وهتخشي في هتعدي 3 غرز عندك هنا، ادي 1 2. الغرزة التالتة هنا هتشتغلي فيها غرزة حشو كده، 1 2 3، وتعدي 3 سلسلة، 1 2 3، وتسيبي 3 غرز، 1 2 3، وتيجي في الغرزة اللي بعديهم هنا وتشتغلي 3 غرز حشو، ادي 1 2 3، وتاخدي 3 سلسلة، 1 2 3، وتسيبي 3 سلاسل، 1 2 3، وتيجي في الغرزة الرابعة وتبدأي تشتغلي غرزة حشو، 1 2 3، تشتغلي 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، وتسيبي 3 غرز، 1 2 3، وتيجي في الغرزة الرابعة تشتغلي 3 غرزة حشو. وتاخدي 3 سلسلة، 1 2 3، وتسيبي 3 سلاسل، وتيجي في الغرزة الرابعة تاخدي غرزة حشو، 1 2 3 بالشكل ده. باقي الغرز دي هتشتغليها حشو، طبعا مش هنشتغلها لان انتي شغالة هنا لو تاخدي بالك شغالة 5 غرزة مروحة، ادي 1 1 2 3 4 5. الفتحات اللي هتشتغلي فيها 5 عمود بلفة لغرزة المروحة، 1 2 3 4 5، دول كده 5 فتحات لغرزة المروحة. طبعا انت مش هينفع تشتغلي فتحة كمان كده، هيبقوا 6، فالصف اللي فوق هيبقى ازيد من اللي تحت، والغرز وهتلاقي عندك المستطيل مطلعش مستطيل مظبوط، هتلاقي المستطيل بدأ يدي بوسع لما تطلعي لفوق. طبعا احنا مش عايزين كده، انت هتشتغلي 5 عمود بلفة، باقي الغرز دي هتشتغليها حشو، بس هتيجي عند الغرزة اللي فيها غرزة البف وتشتغلي غرزة البف بالشكل ده. ادي غرزة الحشو اللي عندنا اهي بالشكل ده، هنشتغلها حشو كلها، 1 ادي 3، تشتغليها كلها لحد ما يتبقى عندك 3 غرز حشو زي كده. اول بقى 3 غرز حشو زي كده، غرزة من ال3 هتشتغلي فيها غرزة البف، وغرزتين هتاخديهم الحشو اللي هو بتاع الطرف اللي بنشتغله كل مرة بغرزتين حشو سايبينهم. هندخل ب4 لفات، مش هنشتغل غرزة الحشو اللي فوق دي مش هنشتغل فيها، هندخل عند غرزة البف اللي تحت وناخد 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وناخد الخيط نلف ونطلع من كل الحلقات اللي على الإبرة بالشكل ده، ونشتغل غرزتين الحشو دول، 1 2، نطلع ب1 سلسلة ونلف الخيط معانا ونشتغل غرز حشو لحد ما نوصل عند الحلقة دي، ونشتغل 5 عمود بلفة، نشتغل غرز حشو بالشكل ده. ندخل في كل غرزة ونشتغل غرزة حشو، هنيجي عند ال3 سلاسل دول وناخد 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. في عندكم هنا 3 غرزة حشو، بنيجي عند الوسطانية وبنشتغل فيها غرزة حشو، وبعدين بندخل في ال3 سلاسل ونشتغل 5 عمود بلفة زي ما عملنا في الصف ده كده، هنعمل في الصف ده كمان
كده 2 3 4 5 وعندنا 3 غرز حشو. وهنيجي في الوسطانية وناخد غرزة حشو وهنشتغل السلاسل كلها بنفس الطريقة لحد ما اوصل للسلسلة الاخرانية. وصلنا هنا لاخر الصف بالشكل ده. عندنا 2 غرزة حشو، بنيجي في التانية ونشتغل غرزة حشو وغرزة الباف بنشتغل فيها غرزة حشو، والغرزتين اللي على الطرف اللي بنشتغلهم حشو هنشتغلهم بالشكل ده كده، ونطلع بواحد غرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا ونشتغل غرز حشو.